أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهارده. معاكم عادل بسيوني بإذن الله، مستمرين مع كتاب المعاصر لطلاب الصف الأول الإعدادي، متواجدين في يونت 1 في الوحدة الأولى في الدرس الثالث والرابع. نروح على طول للكي فوكاب اللي معانا. الكلمات تمبل تمبل معبد، تمبل اوبليسك اوبليسك مسلة، مونيومنت مونيومنت نصب تذكاري او اثر تاريخي، مونيومنت، ريليجن 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 دين او تربيه دينيه، ريبيرز ريبيرز اصلاحات، وريبير بس معناها يصلح بتساوي مند بتساوي فيكس، تانل نفق تانل نفق، helpful helpful متعاون، active active نشيط، lazy lazy كسول، tourists tourists سياح، statue statue تمثال، catacombs catacombs سراديب الايه الموتى، سراديب الموتى، bank ضفة النهر، وطبعا هو البنك، bank ضفة النهر، walls جدران او اسوار او حوائط، solution حل، smart ذكي، friendly ودود friendly ودود، موديل نموذج، كير عناية أو اهتمام، وبتيجي طبعا بمعنى يهتم أو يعتني بيه، language لغة، underground تحت سطح الأرض، effect أثر، ولو حولنا الإي إلى إيه أصبحت affect يؤثر، wind رياح، shape شكل، weather الطقس. تعالى بعد كده نروح على التعريفات. statue التمثال، a model of a person يعني نموذج لشخص، animal أو حيوان or object أو شيء، sometimes made of stone مصنوع من الحجر، obelisk المسلة، a tall stone monument يعني حجر طويل with a top بقمة that is usually in the shape of a pyramid بتاخد شكل الهرم من فوق، catacombs يعني سراديب الموتى، underground tunnels or rooms for burying the dead لدفن الموتى، temple المعبد a place where people come together to pray يعني يصلي، المكان اللي الناس بتيجي فيه مع بعضها علشان تقيم شعائر الصلاة. في الدرس ده كمان معانا السينونيمز والانتونيمز. تعال نشوف كلمة ancient اللي معناها قديم بتساوي كلمة old لكن عكسها new ومودرن. active نشيط بتساوي كلمة energetic energetic. lazy كسول، وممكن اقول كمان inactive بالاي ان قبل active ده اهي، لو حطيت قبلها اي ان تديني inactive يعني غير نشيط. interesting ممتع او شيق بتساوي amazing او lovely. boring ممل وهي عكسها. friendly ودود بتساوي كلمة kind وعكسها unfriendly أو unkind unfriendly أو unkind. تعال بقى نشوف full السفكس اللي ضفناه لكلمة زي help علشان تبقى helpful، أو نضيفها لكلمة زي care علشان تبقى careful حريص. أما الاي ان جي بتحول الفعل الاسم build يبني building مبنى. طيب تعال نشوف التدريب اللي معانا واللي بيقول choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. the antonym يعني إيه antonym؟ يعني عكس of useful، عكس كلمة useful is useless useful useless. the word has the same meaning لها نفس المعنى of energetic energetic يعني حيوي أو نشيط، وبالتالي نفس المعنى يكون إيه؟ active. the synonym of ancient synonym يعني المرادف لكلمة ancient. مرادف ancient، طب ancient معناه ايه؟ قديم، يبقى مرادفها old. boring ممل is the antonym of boring عكسها interesting. شيق. the suffix النهاية changes the verb help بتحول لي الفعل اللي اسمه help ده into an adjective إلى صفة، فأقول ايه؟ helpful متعاون helpful متعاون. تعالى بعد كده نروح إلى page 38 صفحة 83. choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. my cat is sick قطتي مريضة. it needs تحتاج a lot of اهتمام أو عناية أو رعاية to get better get better يعني يتحسن
عشان تتحسن فهي عايزه ايه؟ كير. احمد is very، احمد بيكون student he always take part in، يشارك فيه، take part in يشارك في school competitions، مسابقات المدرسه. يبقى الواد ده اكتف ولا ليزي؟ ده اكتف يا مستر، نشيط. The Sphinx is a، ابو الهول ده ايه؟ statue. يعني ايه statue؟ تمثال. The scientists invent a machine that produce بتنتج oxygen. طيب مين اللي هيعمل كده؟ اللي هيعمل كده العالم الذكي، smart ذكي. In ancient Egypt، في مصر القديمة people wanted to pray، بيروحوا فين علشان يتعبدوا أو يصلوا؟ ما هو pray معناها يصلي، فبيروح التمبل، تمبل يعني معبد. The town is on the west، يعني المدينة تقع في الغرب of the river Nile، في الضفة الغربية. هو عايز يقول فين؟ في الضفة الغربية، فكلمة ضفة معناها بنك. The buildings، المباني needs بتحتاج a lot of care and repairs، وإصلاحات. repairs إصلاحات. Use the reasons to help you think of possible for the problems، يديني حلول ممكنة. طب حلول معناها ايه؟ solutions، حلول. Do amazing work to repair all buildings for free. for free يعني مجانا. طب مين اللي هيعمل الحاجات دي مجانا؟ الفولنتيرز، المتطوعين. There are a lot of visiting، بتزور. مين اللي هيزور؟ على طول التورستس، السياح. The of the building are made of thick bricks. يعني ايه؟ bricks يعني طوب. طب وسك يعني ايه؟ يعني سميك. ايه اللي بيتصنع من الطوب؟ الوالز، الجدران او الحوائط او السور. is a model of a person، هو نموذج لشخص. animal حيوان. object شيء. طبعا ده يا شباب الستيتشو. ستيتشو يعني ايه؟ ها مين فاكر؟ برافو عليك، تمثال. ستيتشو معناها تمثال. are underground tunnels، انفاق تحت الارض بنحط فيها الميتين اهو. dead يعني ميت. ده الكاتاكومبس. كاتاكومبس يعني سراديب الموتى. كاتاكومبس يعني سراديب الموتى. wind and sand very slowly cut the stone. ها حرف الجر اللي بيجي مع مين بقى؟ اللي بيجي مع الفعل اللي اسمه cut، فاقول cut away. وcut away معناها يفتت. cut away معناها يفتت. لكن cut into يقطع إلى، لكن عايزة تكملة بعدها. طب ما فيش تكملة يبقى cut the stone away. cut the stone away معناها يفتت. often did you sport، طبعا أقول do a sport. do a sport يعني يمارس رياضة. who made the in the dining room، مين اللي عمل الإصلاحات دي؟ فأقول repairs. ومن بيج 41 صفحة 41 تعال نشوف choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. How did you do something to help your community؟ قال له always معناها دائما. يبقى هو هيقول له كم مرة؟ هو يقول له ايه؟ كم مرة. طب كم مرة اسمها هاو ايه؟ برافو عليك، how often، كم مرة. I up late in the last summer vacation. طيب يبقى I usually got up late. كلمة دالة تأتي قبل الفعل إلا بي تيجي بعديه، إلا بي تيجي بعديه. In the summer vacation، في أجازة الصيف I helped my family. طيب أقول دايما I always، ليه؟ لأنها أجازة، فأقول always help my family. I watch television on the school days، بتفرج على التلفزيون أبدا. ليه؟ لأنها أيام الدراسة، فأنا مش بتفرج على التلفزيون، فأقول I didn't often watch TV on school days. I didn't often watch TV on school days. Last summer، الصيف الماضي. I usually عايز فعل في المصدر ولا تصريف تاني؟ تصريف تاني.
ليه؟ لان انا قلت مع yesterday last I go in the past اخد التصريف الثاني للفعل اللي هو تكوين زمن الماضي الايه؟ البسيط. لان لما احنا قلنا ايه هو الماضي البسيط؟ قلنا الماضي البسيط التصريف الثاني حط لفعلك دي او اي دي او اي اي دي مع 4 كلمات تلاقيه، مع 4 كلمات تلاقيه yesterday last I go in the past. طيب وهنا عندي last فهقول التصريف الثاني للفعل باضافه دي او اي دي فاقول played. How often did you did او didn't هات المصدر did او didn't هات المصدر فاقول له leave على طول. She helped with the housework so mom was proud of her. ماما فخورة بيها ليه؟ لأنها دايما بتساعد في أعمال المنزل. I felt lonely because I had a lot of friends. يبقى I never عمري ما أشعر بالوحدة لأن أنا عندي أصدقاء كتير. My dad busy in the evening on Sundays. My dad usually أدي أول حاجة وبعد كده أجيب الفعل فأقول usually was often. usually was often تبقى غلط يا مستر ليه؟ لأن احنا قلنا الكلمات الدالة وكنا بنتكلم وقتها عن الماضي المضارع البسيط بتأتي قبل الفعل إلا بي تيجي بعديه، إلا بي تيجي بعديه. طب بي اللي هو إيه؟ am وإز وآر ووز وير. يبقى أنا هجيب was الأول وبعد كده الكلمة الدالة وبالتالي هقول was usually. هقول إيه؟ was usually يبقى verb to be أهو جه الأول فأقول له was usually. He went to the library. He did that 3 times a week. بيعمل ده 3 مرات في الأسبوع. طيب 3 مرات في الأسبوع يبقى sometimes لأن الأسبوع كام؟ 7 فهو هنا sometimes أحيانا. Did they play football؟ قال له they usually يبقى هو عايز يقول له كم مرة؟ لسه قايلينها. طب كم مرة يعني إيه يا مستر؟ برافو عليك. كم مرة يعني how often. كم مرة. How often you ride your bike when you were عندما كنت. يبقى هنا ده عايزه في الماضي مساعد بس في الماضي يبقى how often did you ride. يا مستر ده رايد دي مضارع. ما لما جبنا did كنا بنغني ونقول ايه؟ did او didn't هات المصدر. did او didn't هات المصدر. ايه السؤال اللي بعد كده واللي بيقول complete with the correct form اكمل بالصيغة الصحيحة. I read always books in the library. طبعا هنا الكلمة الدالة المفروض تيجي قبل الايه؟ الفعل فاقول له always read. How many did you do something to help your community فقال له always. لا مش many بقى يبقى how often كم مرة. I often go to other shops to buy things that my parents needed. في الماضي ولا مش في الماضي؟ في الماضي يبقى وانا مغمض يبقى الفعل الاول برضو ماضي فاقول له went. اقول له ايه يا شباب؟ went. how often did او didn't هات المصدر يبقى اقول له جو. I sometimes went يبقى هجيب الكلمة الدالة الأول يبقى I sometimes went. وخلي بالي من إيه؟ من الكلمة الدالة تيجي قبل الفعل إلا بي تيجي بعديه وقلنا بي اللي هو مين؟ am وإز وآر ووز وير. I took usually. لا يا مستر خلاص اتعودت بقى يبقى I usually took. usually الأول وبعد كده took. He never come first ما بيطلعش الأول. He never lost a race ما بيخسرش ولا سباق يبقى مش never always هو دايما بيطلع الإيه؟ الأول. They always watch TV late because they slept early. بينام بدري يبقى مش دايما يبقى هقول له never. يبقى always معناها دايما ويجي بعديها مصدر. never معناها أبدا ويجي بعديها مصدر. always معناها دايما ويجي بعديها مصدر. never معناها دايما ويجي بعديها مصدر. طيب كويس. ايه تاني؟ always عكس never. always دايما عكسها never أبدا ما بيحصلش. When did you help out at home? Sometimes. يبقى sometimes أحيانا يبقى أقول له كم مرة اللي هي تبقى برافو عليك how often. Yara was never messy. She never organized her. يبقى مش never يبقى always لأن عكس never إيه؟ always. علشان بسرعة نروح على التدريب اللي موجود على lesson 3 and 4.
ونشوف السؤال الأول اللي بيقول complete the following dialogue. أكمل هذا الحوار. تعال نشوف سحر ولا سارة and نورهان are talking about the temple of إدفو. بيتكلموا عن معبد إدفو. فقالت له بدأت الكلام Did you like visiting the ancient Egyptian monuments؟ فأنا هقول لها Yes I did. نعم. فقالت لها I usually visited them. يبقى تقول لها how often يعني ايه كم مرة did you visit them. Great. Did you visit the temple of إدفو؟ طب زرتي معبد إدفو؟ No. ليه يا مستر قلت no؟ No I didn't. هقول لك ليه المستر قال نو. لأنه قال له هو فين؟ أين هو؟ يبقى هو زاره؟ لا. يبقى هنا لازم نقول له إيه؟ no. No I didn't. وقال له هو فين؟ قال له it's between. طب معبد إدفو ده فين؟ ده بين الأقصر وأسوان. يبقى it's between الأقصر and أسوان. ده موجود ما بين الأقصر وأسوان. It's modern. Is it modern؟ هو حديث؟ قال له لا طبعا مش حديث وكمل كلامه معاه. نقرا القطعة ونرجع مع بعض نحل الأسئلة. وبعد ما قرأنا القطعة تعالى نشوف تشوز ذا كوريكت أنسر. اختر الإجابة الصحيحة. The main idea of the text is about. الفكرة الرئيسية عن القطعة هي عن المعابد. فأقول temples. The underlined word it refers to. يا ترى it اللي احنا شفناها فوق دي بتشير إلى مين؟ طبعا it كانت بتشير إلى معبد إدفو. يبقى إدفو temple. The opposite of the underlined was word useful. Useful يعني نافع. طب عكسها useless. طب مش موجودة. يبقى harmful ضار. ده نافع وده ضار. Where is the town of إدفو؟ طب إدفو دي فين؟ It's on the west bank of the Nile. طيب ما أنا ممكن أقول إيه؟ It's between الأقصر and أسوان. ما بين الأقصر وإيه؟ وأسوان. تعال نشوف السؤال الثاني. How many temples did the writer mention؟ كم معبد ذكر الكاتب هنا في المقال؟ فطبعا هو ذكر 3 معابد. بعد كده سأل وقال why do you think the ancient Egyptian built the temples؟ هما ليه بنوا المعابد؟ ممكن أقول لي دفن الموتى، لكن أنا هقول to pray there لكي يصلوا هناك، لأن هم علشان يصلوا فيها. يبقى to pray. السؤال الثالث choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Ancient Egyptians made of people, animals, birds. طبعا دي statues يعني تماثيل. were used in ancient Egypt for praying the dead. دفن الموتى. طبعا دي الكاتاكومبس. كاتاكومبس يعني السراديب. little children الأطفال الصغار are very they can play and run all day. يبقى هم active نشطاء. did you go to the cinema؟ قال له sometimes. يبقى how often. our car needed some repairs. عايزة بعض الإيه؟ الإصلاحات. did you did أو didn't had المصدر. يبقى أقول له stay. is a place where people came together to pray. ده التمبل المعبد الشباب اللي بيصلوا فيه اهو to pray. I knew restaurants at the weekend when I was in Cairo. يبقى I often tried. جربت. The Egyptians are very they always welcome their guests. يبقى الناس دي ايه؟ friendly ودودة. This text is very I enjoy all this amazing information. يبقى interesting رائع أو شيق. تعالوا نروح للسؤال الرابع واللي بيقول correct أو complete with the correct form. أكمل بالصيغة الصحيحة. How long did you watch cartoons on TV؟ طبعا قال له usually. يبقى هنا هيقول له how often كام مرة. I usually was. لا I was usually.
she often ate noodles she didn't like them at all. ما بتحبهاش يبقى اقول له she never. they were never helpful so everyone loved her. يبقى they always دايما. they always معناها دايما. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.